السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه ساري المفعول إلى غاية أمسية اليوم عن تهاطل الأمطار تكون معتبرة على شكل زخات مرفوقة بحبات من البرد على الواجهة الشرقية. أما خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تحسن في حالة الطقس تقريبا على كافة المناطق الشمالية. رغم ذلك بعد تلاشي ضباب ونسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر على السواحل الوسطى والغربية، في الأجواء تبقى مغشاة على السواحل وكذلك المرتفعات، أجواء مستقرة على الجنوب. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم خاصة صبيحة الغد طقس بارد، ننتظر 4 درجات دون الصفر على كل من سطيف كذلك باتنا حتى على الجلفة وبوسعادة، 3 درجات على العاصمة، 9 درجات على ولاية بشار، 14 درجة على الصحراء الوسطى، 20 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض الارتفاع الطفيف تقريبا على كافة المناطق الشمالية. ننتظر مقاييس ما بين 16 لغاية 20 درجة على الواجهة الساحلية، 13 درجة على الهضاب العليا، 21 درجة على ولاية بشار، 19 درجة على شمال الصحراء، 17 درجة على الواحات، 20 درجة أقول على الجنوب الغربي، تقريبا نفس المقياس على الصحراء الوسطى وكذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي، 35 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى، هادئ إلى قليل اضطراب على السواحل الغربية لكن قليل اضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. أمطار على فترات ستخص فانكوفر خلال يوم الغد مع 7 درجات، سحب سفلى كثيفة على مونريال وكذلك كاليفورنيا، بينما أجواء مشمسة على دالاس مع 26 درجة، نفس الأجواء على ميامي مع 29 درجة. غروب الشمس ليوم الغد بداية الأسبوع الخامس من شهر مارس على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:45. أمسية طيبة للجميع، في أمان.